قاعده زهقانه ومودي مش احسن حاجه، فقلت اما اطلع اكلمكم عن عطوري الشتويه. انا هتكلم الاول عن العطور اللي هي حريمي، بس لو في شباب متابعيني الفيديو ده برضو هيناسبكم، علشان بعد ما اتكلم عن العطور الحريمي هكلمكم عن كام عطر شتوي يونيسكس ويعني ممكن يناسبكم. هبتدي بكوكو نوار من شانيل. اللي يعرفني عارف ان ماي سيجنتشر سنت هي كوكو مادموزيل من شانيل، بس في الشتاء بحس ان كوكو مادموزيل خفيفه شويه، في الشتاء بحب استخدم الكوكو نوار. هي شبه كوكو مادموزيل بس قويه اكتر وسبايسي اكتر، فبتبقى حلوه قوي في الشتاء، فده من العطور المفضله عندي في الشتاء. تاني عطر بحبه جدا في الشتاء وهو يعني عطر انثوي بحت، مناسب جدا للناس اللي بتحب الفانيلا، هو هايبنوتيك بايزن من ديور. عطر قديم مشهور معروف، بعشقه بالذات في الشتاء لان فوحانه رهيب، وعلى قد ما هو عطر بارد بس فوحانه حلو قوي في الشتاء. صراحه مش بستخدمه في الصيف كتير غير بالليل، مش بحطه بالنهار خالص، ولكن هو رائع وهيعجب قوي اللي بيحبوا العطور اللي فيها فانيلا والعطور الفيمينين السنشوال، بعشق. من عطور ديور واللي يعني ناس كتير برضو مش بتحبه بس في ناس كتير برضو بتحبه واللي انا منهم، عطر ديور ادكت. من العطور القديمه برضو عندي ديور، عطر للي بيحبوا الفانيلا مع القرفه، عطر قوي فواح جريء، ينفع برضو زي ده، ينفع برضو لاي وقت بس انا بفضله جدا في الشتاء. عطر برضو تايمليس، ما بحسش انه اتقلد او حتى اللي اتقلد منه مش شبهه، ايقونة انوثة وثقة. العطر اللي بعد كده هو ماسك نوبل من جيرلان. العطر ده شيك، ميكس ما بين الفرنسي والعربي، مناسب جدا للناس اللي مش بتحب تاتش العربي التقيل في العطور. عطر برضو فخم، نوتة العربي فيه خفيفة بس ملحوظة، بس مش اللي تخنق. جميل كمان في الشتاء، والحلو فيه انه مش لازم تكتري عشان الريحه تبان. لغايه الشتاء اللي فات كنت بحب اللانتر دي روج اللي هي النبيتي، ما زلت بحبها طبعا بس كنت بستخدمها طول الشتاء اللي فات. فالشتاء ده هفضل لانتر دي ابسولو، كل ما ارشه بحس ان انا ما بشبعش من ريحته. عطر حلو لا يمل، ما بتزهقيش منه، تحسي طول ما انت شماه كده حابه نفسك. وكمان من العطور اللي بحبها جدا في الشتاء عطر لاف باي كيليان. العطر ده لمحبي العطور السويت، النوتة الرئيسية فيه هي المارشميلو مع الفانيلا. ممكن ما يناسبش اي حد بس انا متأكدة ان انت لو بتحبي العطور السويت بالذات اللي هي سويت على فانيلا وكانديز مش على فروتس وكده، يعني يجنن. من العطور اللي بحبها جدا في كيليان، بس ما بتخيلش نفسي اقدر ارشها غير في الشتاء لانه سويت بالزيادة. ننتقل بقى للعطور اللي هي يونيسكس، تنفع حريمي وتنفع رجالي. هبتدي بأول عطر مخة من ريدان. عطر سبايسي، النوتة الرئيسية فيه او النوتات الرئيسية فيه هما اتنين، التبغ والزعفران. مش عارفة اقول عنه ايه، فخم وسبايسي، يعني تحسوه كده يدفي في الشتاء. ما ينفعش ابدا ان هو يستخدم في اي وقت غير الشتاء، عطر تقيل ما ينفعش ابدا للشراء العمياني، لازم تجربوه. كمان عود في مسك، بس طبعا مسك على خفيف جدا، في كمان باتشولي، هو جميل بس ما يناسبش كل الاذواق. ولكن انا رايي ان اللي شمه وعجبه وخده يعني حد فخم حد شيك. واللي ما يعرفش ريدان للعطور فهي دار عطور عمانيه، عطورها نيش، فخمه مميزه، ما تحسوش ان انتوا شامين زي عطورهم قبل كده. محبي الهيل، من احلى واكتر العطور اللي مظبوطه فيها نوتة الهيل هي عطر بي دي كي جريس شارنل. جريس شارنل انا خلصته خلاص، بقى فيه نقطه بس ما تخيلتش ان انا هدخل الشتاء من غيره، فلسه فاتحه واحده يجنن. صحيح في ناس كتير بتقول ان هو رجالي اكتر بس انا ما بحسش ده، مع ان انا من الناس اللي بتتحسس من العطور اللي قلبة على رجالي على فكره، بس هو يجنن بجد، هتدمنه. واحد من اجمل العطور الشتويه من وجهه نظري عطر اهوجس
من دار عطور هند العود. اهوجس، يا الله على اهوجس. سويت عود ما بين السويت والعربي، تقيل فواح. يعني بصوا انا مش مستخدمه منه كتير لان هو السنه اللي فاتت اصلا هنا في الكويت ما جاش شتاء قوي، كنت بستخدم الهير اند بادي ميست. الهير اند بادي ميست بنفس الريحه اللي هي اهوجس. حسيته انه مناسب لاي وقت. هو اخف شويه بس نفس الريحه، فده خلاص بيخلص. مكوناته فيها التين الاخضر، واللي اول مره اشوفها في عطر، وفي مر وفي عسل وفي عود وفي توباكو. رهيب رهيب رهيب. ثبات، فوحان، اناقه، شياكه، شاي ما صار. العطر اللي بعد كده اللي كلمتكم عنه من قبل هو عطر مايرا انتونكا باي جو مالون. عطر شيك مميز مختلف، صحيح بدأوا يقلدوه ولكن محدش ظبطه زي جو مالون بصراحة. بحب قد ايه هو مميز. بحب ميكس المايرا مع التونكا، ميكس مميز. مشكلتي معاه في البرفورمانس بتاعه مش ثابت قوي، عشان كده ما بستخدموش من غير البادي كريم. لقيت ان انا لما بستخدم البادي كريم بعدين استخدم العطر الريحه بتفوح اكتر وبتثبت معايا اكتر. من العطور اللي كمان بحبها جدا في الشتاء هو عطر لالونا من قصه. يعني من ساعه ما طلعوه انا ما اتقطعش من عندي، ان انا اوريدي مخلصه منه. يعني بصوا انا دي لسه جايباها قريب، اوريدي كان عندي واحده في الشغل وخلصتها، وكان معايا واحده في السياره وخلصتها. فانا العطر ده بعشقه. ثباته رهيب، فوحانه رهيب. ممكن ناس تكون شايفه ان هو فواح قوي او بيخنق او بيكتم، بس يعني ممكن تكون عندكم حساسيه، عندكم مشاكل في الجيوب، بس انا شخصيا ما عنديش المشكله دي. سويت، واكتر عطر بحسه فيمينين من عطور قصه. اما العطر هتكلم عنه دلوقتي فهو عطر شتوي بحت. اعتقد ان هم صنعوه فقط للشتاء، عطر لليون باي شانيل. انا كان عندي منه الحجم الصغير، ولما خلص حسيت انه خلاص عجبني، جبت منه الحجم الكبير. برضو من العطور اللي ما احسش ان هي تناسب اي حد. يعني انا صاحبتي نفس ذوقي بالظبط، ولكن ده هي حسيته ان هو بتقولي حاد. عطر دافي جميل، مكوناته فيه عنبر، خشب الصندل، مسك، في برجموت، في ليمون، في فانيلا. مميز مختلف، ما شمتش زيه قبل كده. ثابت ثبات لدرجه ان انا السنه اللي فاتت كنت رشه منه على جاكيت. المهم المفروض ان الخروجه اللي كنا خارجينها كانت تبقى اوت دور، فصاحبتي قالت لي لا ده احنا هنبقى قاعدين جوه، فانا حسيت ان الجاكيت هيبقى تقيل فغيرت. الشتا ده وانا بطلع اللبس الشتوي شميت ريحته في نفس الجاكيت. خطير خطير. وطبعا برضو يونيسكس، بس ريحته بتختلف من كل شخص غير التاني. عليا حاجه، على جوزي حاجه، على ماما حاجه. فظيع. ده رشه واحده او رشتين بالكتير، ومع البخور فظيع. كمان من العطور اللي لا تصلح للشراء العمياني، لازم تشموه ويبرد بعدين تقرروا اذا كنتوا هتاخدوه ولا لا. العطر اللي بعد كده واللي كمان من دار عطور عربي بعشق عطورها، اميريتس برايد او فخر الامارات. من اكتر دور العطور العربيه اللي بحبها، يعني هي وهند العود بالنسبه لي التوب، وانفاسك دخول. المهم العطر ده اسمه مارون. هو سابقا كان اسمه كابالو مارون، بس حاليا الباكجينج الجديد اسمه مارون. فظيع. اللي بيحبوا العطور العربيه المظبوطه، فيها عود وفيها فانيلا، عربي سويت فواح، يما مارون